بعد كارثة كونية بيلاقي رائد فضاء نفسه جوا كبسولة غروب بتتحرك بسرعة ناحية الشمس، والموت بقى مسألة وقت مجرد 100 كيلو متر بعيد عنه. فجأة بعد حادث في الفضاء بيفوق رائد الفضاء تروي جوا كبسولة وهو مصاب، وللأسف جنبه جثة زميله بيحاول يتواصل مع أي حد بس مش بيقدر، لكن بيكتشف إن كل أجهزة الملاحة والاتصال مش شغالة، والحاجة الوحيدة اللي لسه شغالة هي السوار اللي في إيده. بشكل غير متوقع محطة هور 18 بترد عليه وبتشرح له الطيارة روبرتس إنها دلوقتي القائد المؤقت وإنها مستعدة تساعد تروي. بيشرح لها إن آلة الحفر اخترقت جيب غاز في الكويكب، وده تسبب في ثوران بخار وانفجار، والنتيجة كانت ان القاعدة بتاعت محطة التعدين اتدمرت، وده اجبرهم على خطة الاخلاء. دلوقتي تروي بيتحرك في الفضاء من غير دفع ولا تحكم، والطاقة عنده محدودة، وكمان التشخيصات مش شغالة، بس نظام التبريد اللاسلكي وانظمة دعم الحياة لسه شغالين، اما باقي الطاقم فماتوا كلهم، وهو مش عارف يحدد موقعه بالظبط. ومع ان روبرتس قدرت تلتقط اشارة المنارة على السوار، الا انها مش قادرة تحدد مكانه بالظبط، فبتطلب منه احداثياته، لكن بيرد عليها بسخرية وبيقول ان مفيش حواليه غير الفضاء، وما كانش شايف اي محطات ولا اي سفينة فضائية تانية، والحاجة الوحيدة اللي طمنته انه مش مصاب بجروح خطيرة. في الاخر روبرتس بتقدر تقفل على اشارة السوار، لكن علشان يعرفوا مسار الكبسولة بتاعته هياخدوا شوية وقت. بالصدفة وهو بيحاول يهدى بيكتشف ان كبسولته بتتحرك بسرعة رهيبة ناحية الشمس. بيطلب من روبرتس انها توصله بالقائد لكنها بترفض، وبدل كده بتطلب منه يعمل تشخيص طبي. تروي بيفكرها ان الاجهزة اصلا مش شغالة، لكنها بتعرفه انها عندها اوامر بانقاذه باي ثمن. تروي مش قادر يفهم ليه هو مهم قوي للشركة، لكن بيعمل فحص ذاتي وبيلاقي ان عنده اصابة بسيطة في راسه، وده بيقلق روبرتس جدا، فبتبدأ تسأله كتير علشان تقيس مدى خطورة اصابته. تروي بيحس انها مهتمة بيه بطريقة مش مفهومة، لكن بيجاوبها وبيقول لها اسمه بالكامل وانه تابع لشركة اوريس، وهي شركة تعدين متخصصة في البحث عن معادن في الكويكبات. مهمته كانت تحديد معدن معين ومية. روبرتس بتعرفه انهم كمان فقدوا الاتصال بالقيادة المركزية، وده معناه انهم مش قادرين يربطوه باي حد هناك. كمان بيتضح ان محطة هور 18 اتضررت بسبب اصطدام فضائي، ومساعدهم الفني اتصاب، والقائد مشغول بالاصلاحات، لكن رغم كل ده قدروا يحددوا موقع تروي. والمصيبة انه فعلا بيتحرك مباشر ناحية الشمس. على الناحية الايجابية مولدات الاكسجين عنده لسه شغالة، لكن على الناحية التانية المحركات وانظمة الدوران وانظمة التحكم في التلوث وتجديد المية والتحكم في درجة الحرارة كل ده فيه مشاكل. والاسوأ ان نظام التبريد بايظ ودرجات الحرارة بدأت تنخفض بسرعة، وده معناه انه لو الحال استمر كده هيموت من البرد قبل ما يوصل للشمس. حتى لازم تروي يعطل المبرد بايده، بس المشكلة انه اصلا بيتحرك بسرعة ناحية الشمس، والاشعاع هناك قوي جدا لدرجة انه ممكن يسبب له حروق خطيرة في لحظة. المصيبة الاكبر حصل تسرب اشعاعي جوه الكبسولة، وده معناه ان تروي هيفضل يتعرض للاشعاع اكتر واكتر مع الوقت. بيبص على السوار علشان يتحقق من مستوى الاشعاع، وفي نفس الوقت روبرتس بتشرح له الخطة لازم يعترضوه قبل ما يوصل مستوى الاشعاع للمستوى القاتل. الموضوع مش سهل، لكنها بتطمن انها هتقدر توصل له في حوالي 75 دقيقة. تروي مش قادر يستوعب ازاي هتعترضه، هو اصلا في كبسولة ما فيهاش غرفة ضغط ولا المحركات شغالة ولا المسرعات، والطاقة ضعيفة، فازاي هتقدر توصل له؟ روبرتس بتوضح له بما ان الكبسولة مضغوطة فلو فتحوا فتحة الضغط هيرميه مباشرة ناحية المحطة، لكن تروي لسه مش مصدق، سرعته كبيرة جدا فازاي ممكن ده ينجح؟ بيرجع يسأل نفس السؤال اللي محيره من الاول، ليه الشركة مصممة تنقذه بالشكل ده وهو مجرد موظف عادي؟ لكن روبرتس بتتهرب من الاجابة وبتقول انها عندها اوامر واضحة، لو في اي فرصة لانقاذه لازم يعملوا المستحيل علشان ينقذوه. بيطلب منها يتواصل مع بنته، فبتوعده انها هترتب ده خلال ساعة. بعد تفكير تروي بيبدأ يشك ان الشركة كانت عارفة المخاطر اللي ممكن تحصل لما امرتهم يوصلوا معدات التعدين لاقصى درجة، وكل اللي حصل ده كان بسبب الطمع في شحنة معادن اضافية. لكن روبرتس بتحاول تغير الموضوع وتركز على حالته الصحية. دلوقتي السوار بتاعه بيشير لبداية انخفاض في درجة حرارة جسمه، لازم يوقف نظام التبريد قبل ما يفقد السيطرة تماما، بس هو مش قادر يتقبل الفكرة. بيفضل انه يتجمد ولا انه يتحرق حي. عنده بدلة اخلاء لكنها تكفي 15 دقيقة بس من الاكسجين، فبيقرر يصمد على قد ما يقدر قبل ما يلبسها علشان يزود فرصة في النجاة لحد لما الانقاذ يوصل. وفجأة بيلاحظ تروي ان الازاز بتاع الكبسولة
الكبسولة بدأ يتشقق. روبرتس بتشرح له ان ده بسبب الصدمة الحرارية، الازاز مش قادر يتحمل فرق الشديد في درجة الحرارة بين الداخل والخارج، دلوقتي لازم يتصرف بسرعة ويوقف التبريد ويحاول يستحمل الحرارة لأطول فترة ممكنة. مرة تانية بيتوسل ليها يتواصل ببيته، لكنها بتفكره انه لو ما عطلش نظام التبريد دلوقتي مش هيبقى ليه فرصة يكلم حد تاني، مضطر يتحرك. الجو جوه الكبسولة بارد جدا اكتر من القطب الجنوبي، فما عندهوش وقت يضيعه. بيتحرك ناحية ادوات التحكم، بس فجأة رابط الاتصال بينه وبين روبرتس بيتقطع. بيحاول يعطل المبرد بسرعة، مسك الرافعة بقوة لدرجة ان القنفاذ بتاعه بيبدأ يلزق فيها من البرد، لكن رغم الألم بينجح اخيرا في تعطيل المبرد وبيرجع للكابينة الرئيسية وبيتصل بروبرتس تاني. هي متعاطفة معاه بس عرفها ان اللي جاي اسوأ بكتير. تريوي بيعترف انه مصاب بإصابة تانية، جرح في جنبه بسبب الحطام اللي اخترق الكبسولة، والحرارة دلوقتي بدأت ترتفع، يعني هيبدأ ينزف اكتر والألم هيفضل غير محتمل، لازم يعالج الجرح فورا. بيلاقي شنطة اسعافات اولية وبيبدأ يعالج اصاباته، وبعد بحث في حاجات زميله الميت بيلاقي صورة عائلية ولاعة، بيستخدم الولاعة علشان يكوي الجرح وبيفقد وعيه من شدة الألم. لما بيفوق بتتصل بروبرتس تاني وهي كانت مرعوبة بسبب صمته، بتحذره انه يستعد لارتفاع كبير في درجة الحرارة، بس تريوي بيصر انه يتكلم مع القائد بنفسه لانه يعرفه شخصيا، لكنها بترفض للمرة التانية. واخيرا بتكشف الحقيقة، القائد مات في نفس الحادثة. الخبر بيضرب تريوي زي الصاعقة، لكن قبل ما يستوعب الصدمة حطام فضائي بيضرب الكبسولة مرة تانية وبيخليها تدور بشكل عنيف وخارج عن السيطرة. بشكل غير متوقع تريوي بيأمر روبرتس انها تلف وترجع لورا بعيد عن المنطقة الخطرة. هي بتتوسله انها تفضل معاه ويسمح لها تنقذه، لكنه بيقرر يسكت وما يتكلمش. هي بتحاول تتواصل معاه، لكنه في اللحظة دي بيبدأ يزحف ناحية الفتحة مصمم انه ينهي كل حاجة بنفسه. لما بيوصل للفتحة بيقول لها للمرة الأخيرة انها لازم ترجع وتنسحب، لانه عارف انها هتفضل تخاطر بحياتها لإنقاذه طالما هو لسه عايش. روبرتس كانت بتترجاه يديها فرصة تنقذه، بس تريوي مد ايده ناحية مقبض الفتحة، لكن فجأة ايده ضعفت وبينهار. في نفس اللحظة حتة تانية من الحطام خبطت في الكبسولة وغيرت دورانها، فتريوي فاق تاني وكان لازم يستحمل الحرارة العالية ل10 دقايق كمان. بعد كده خطته كانت انه يستخبى جوا بدلة الاخلاء لمدة 15 دقيقة لحد ما الكبسولة ترميه ناحية سفينة الانقاذ. فاللحظة دي طلب من روبرتس بأي طريقة توصله بمراته، كان عاوز يسمع صوتها مرة أخيرة. وفجأة بيعترف لها انه ما كانش عاوز يشتغل في التعدين ولا يبقى طيار اصلا. ابوه كان طيار على السفينة واحد، بس اصابته انهت مشواره المهني بدري، وهو اللي شجعه يمشي في نفس الطريق. دخل الكلية ونجح في الامتحانات وقدر يشتغل في المحطة بقاله 17 سنة، والنهاردة هو اللي كان مسؤول عن المهمة. تروي كمان بيحكي لها انه ناوي يتقاعد من الشركة، وده خلاها تضحك لأول مرة من ساعة ما بدأ الكابوس. بس بعدها رجعت وقال لها انه لازم يعتذر من مراته وانهم كانوا لسه مخلفين ابنهم. بس قبل ما يكمل كلامه انفجار مفاجئ هز الكبسولة. في اللحظة اللي بعدها حطام اخترق جدار الكبسولة والضغط بدأ يقل بسرعة، فاضطر تريوي يلبس البدلة بسرعة علشان ما يتخنقش. وبعد شوية أضواء الطوارئ اشتغلت وتريوي قدر يرجع الاتصال. قال لها إن بطارية دعم الحياة وصلت 95% بس الأكسجين أقل من 18%. المشكلة الأكبر إن الضغط جوه الكبسولة بقى صفر، والأنظمة الأوتوماتيكية قفلت الوصول للخزان الأكسجين الاحتياطي، يعني خلاص ملوش نفس تاني. بدأ يفكر في إنه يخرج بنفسه علشان يقفل الفتحة اللي مفتوحة، ولو نجح في كده الضغط هيرجع والمخزون الاحتياطي هيشتغل، وساعتها ممكن ينجح انه يتدفع ناحية المحطة في اللحظة الصح. بس حتى مع البدلة الاشعاع والحرارة بره كافيين يقتلوه في دقيقة. عرف ان تقريبا ما عندهوش حلول، فطلب من روبرتس للمرة الاخيرة انها تمشي وتسيبه وما ينفعش تخاطر بسلامة طاقمها علشانه. بس المفاجأة انها اعترفت له ان الرجوع مش خيار اصلا، عندهم اوامر واضحة لازم ينقذوه مهما كان الثمن. لازم حد من الطاقم يبقى عايش، لان لو المهمة انتهت بموت الجميع الشركة هتضطر تقفل العملية كلها. بس لو تريوي نجا هيبقى في تحقيقات سنين طويلة، بس في الاخر الشركة هتفضل شغالة. لما روبرت سمعت نبرة الاحباط في صوت تريوي اعترفت له انها كانت هتساعده حتى من غير اوامر. شكرها على كلامها اللطيف، بس فضل مصر ان دي نهايته وان الاشعاع خلاص اثر عليه. رغم كده روبرت رفضت انها ترجع وتسيبه. وقتها تريوي بدأ يتكلم عن ابنه، ولد ذكي عنده 6 سنين كان دايما بيخترع حاجات جديدة. بس بعد المأساة اللي حصلت تريوي هرب، وبعد كل السنين دي بقى عاوز يعتذر لمراته بشدة. فجأة
فجأة روبرتس بتقاطعه وقالت له ان مراته مش محتاجة اعتذار لانها فقدت بنتها من 7 سنين وجوزها وقتها ما قدرش يتحمل وفارقها في الاخر. كل السنين دي كانت بس بتتمنى انه يحضنها ويقول لها انه بيحبها. كلامها لمس تروي جدا وبهدوء بدأ يستسلم وهو بيبص للشمس اللي قربت اكتر. لكن فجأة افتكر حاجة مهمة، الجوانتيات الجديدة النموذجية اللي كانت في جيوب زميله اللي ميت. بيروح بسرعة يلبسهم وسأل روبرتس عن طريقة يسد بيها الفتحة علشان يرجع الضغط وتقدر الكبسولة ترميه ناحية سفينتهم. حذرته روبرتس ان بره درجة الحرارة 370 درجة والاشعاع هيقتله في لحظات، بس ترو ضحك وقال لها انه هيشتغل في الظل. بمساعدتها بيحدد مكان الفتحة المتضررة وخرج يتحرك بحذر وهو بيتبع معاها من كاميرات الكبسولة. وفجأة حس انه تعبان جدا. روبرتس فهمته على طول انه مرض اشعاعي وطلبت منه يسرع لان خلال 5 دقايق هيكون تحت الشمس مباشر وهيتحرق. بصعوبة قدر يوصل للفتحة وبدأ يسدها. كل الوقت ده كان بيتخيل نفسه في اجازة، بس الاكسجين عنده كان بينزل بسرعة لحد لما وصل ل 3%. بس اخيرا روبرتس اعلنت ان الفتحة اتقفلت وطلبت منه يرجع فورا، لكن الاكسجين كان خلاص بيخلص وتروي كان على وشك الاغماء. باخر قوة عنده سحب نفسه جوه الكبسولة وفعل خزان الاكسجين الاحتياطي ورجعت النسبة ل 7%. حاول يتواصل مع روبرتس تاني لكن فجأة شعاع الشمس اخترق الازاز وحرق وشه. حاول يدافع عن نفسه وروبرتس كانت بتصرخ فيه يخرج حالا لانها خلاص شايفاه قدامها. تروي حاسس انه بيولع حرفيا جوه البدله وفضل يتوسل لها تمشي وتسيبه، لكن روبرتس صرخت انه خلاص هيوصل وطلبت منه ما يستسلمش. رغم كل حاجه الاكسجين بيخلص، لكن فجاه تروي افتكر ابنه وبيقول انه مش هيستسلم. واخيرا سمع صوت مراته. ساعتها قال لروبرتس تستعد وهو خارج والاكسجين بيخلص تماما. همس وقال انه راجع للبيت. وبس كده. لو عجبك الفيلم اتاكد انك تضغط على الاعجاب وتشترك هنا بالقناه وتفعل الزرار بتاع الجرس. سلام.